السلام عليكم، ازيكم يا رجاله؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنتكلم عن ماتش الزمالك واوتوه الكونغولي في الكونفدراليه. مباراة طبعا بدأت بشوية تغييرات كده في نادي الزمالك. بدأنا بصبحي وبدأنا بإيشو، وكمان كان في أحمد ربيع. كمان كان في سيف الجزيري برضو من الناس اللي هي بدأت من على الدكة، يعني بداية المباراة النهاردة. طبعا الزمالك بدأ أول ماتش كده كان فيه شوية مناوشات كده من عرضية وكورة من شيكوبانزا وبتاع. بدأنا طبعا في أول الماتش. هنا شيكوبانزا طبعا بيحاول يحنكش مع الحارس، وانا حسام عبد المجيد لقاه بيجري، قال له انت رايح فين؟ تعالى. بعد كده احمد ربيع بيباصي غلط للمدافع للعيب بتاعهم، وشيكوبانزا بيعمل الفاول. طبعا شيكوبانزا هنا هو فاول، يعني عايزه بيخلص، مش عارف ازاي يعمل فاول زي ده. بعد كده الراجل بيلف الكورة زي ما هنشوف دلوقتي، ومحمد صبحي الحارس سيء الحظ. وما تعرفش محمد صبحي ده حظه معانا ليه؟ كل ما يلعب يلبس جون. هوبا هاتها من الشبكة يا صبحي. طبعا الجون ده كان ممكن يوتر لعيبة الزمالك، وكان ممكن يعطل الدنيا. انت شايف طبعا درجة الحرارة والرطوبة اللي كان فيها الماتش. طبعا مننساش ان اللعيبة كانت صايمة. كان حاجة صعبة أوي، وماتش الساعة 3، يعني الدنيا مش هزار يعني. لعيبة أوتوهو بترقص، وطبعا اللعيبة الكونغولية واللعيبة الأفارقة احنا عارفين دايما لازم ترقص وتهيص يعني. وهنا صبحي زعلان، وهنا الجماهير فرحانة. افرحوا يا رجالة براحتكم، ولا يهمكم أي حاجة. طبعا الزمالك كان فيه لعيبة ياما على الدكة النهاردة، بزيرة وناصر وعبد الله السعيد. كان فيه ناس كتير أوي من العناصر الأساسية يعني كانت على الدكة. وشفنا ثلاثية الوسط طبعا شحاتة وربيع وفتوح. طبعا بعد كده بقى بيستغلوا الجانب الشمالي اللي كان فيه ايشو وبيحاولوا، بس الكرة دي طلعت بره. بعد كده كان في للزمالك هجمة خطيرة، لكن عدي الدباغ كالعادة، ومش عارف امتى عدي هيظبط الفينش. الحقيقة الغريب برضه ان عدي ده رغم الفينش السيء اللي عنده ده، فهو هداف الدوري او من هدافين الدوري يعني. بعد كده بتفضل شوية لخبطة كده بعد الهدف اللي جه. كام تمريرة غلط، ودايما الزمالك كان بيلعب على الكرات الطويلة اللي رايحة لحسام عبد المجيد، من حسام عبد المجيد لسيف الجزيري أو شيكو بنزا. حسام عبد المجيد بدوره بيقلش في كرة غريبة جدا، وكان هيلبسنا التاني. بس لولا ستر ربنا محمد إبراهيم بيعمل تغطية عكسية، ولا أحلى ولا أروع. مش عارف ليه الناس بتيجي على محمد إبراهيم ساعات ويقولك اشمعنى ناشئين وإيه ومش عارفين إيه. يعني احنا كان عندنا كارفاخال مثلا، ما عمر جاب المنيل بستين نيلة. احمد ربنا يا جدعان على محمد ابراهيم، اهو الولد كويس ومجتهد. بعد كده الزمالك بيحاول يتماسك شوية. شفنا دي عرضية اهيت، كرة راحت عند ايشو، ومن ايشو لفتوح، فتوح بيرفع العرضية، بس طبعا ناصر منسي مش موجود عشان يعرف يسجلها. كرة بعديها برضو مع ايشو من ناحية الشمال، وايشو بيعمل وان تو هو وفتوح، وبيحاول يخترق، بس اللاعب بيتدخل فيها، وايشو طبعا كان عايز ضربة جزاء. من وجهة نظري مش عارف، كانت انا اختلفت شوية مع الكابتن معتمد جمال في البداية بإيشو. انا شايف يعني احنا كنا محتاجين حد يدافع في الناحية الشمال دي، فيعني كان ممكن يبدأ بفتوح عادي كباك شمال يعني في ماتش زي ده. كرة أمامية طبعا هنا، وسيف الجزيري ملحقهاش. سيف كان مختفي أوي الشوط الأول، معرفش ليه. بعد كده بيجي فرقة توتوهو، وكان بيعتمدوا كتير أوي على العرضيات. من وجهة نظري ممكن ده السبب إن هما معتمد جمال بدأ بصبحي. انت عارفين طبعا إن صبحي مميز جدا في الكورة العرضية. أحمد ربيع بيقرر إن هو يصالحنا هو وعدي الدباغ بتمريرة ولا أروع، وعدي خدها وفينش ولا أروع من عدي الدباغ. سبحان الله، اللاعب اللي كان بيضيع كتير قوي بيسجل هدف عالمي. راح يحتفل طبعا، وكل بالمخ طبعا يا عم عدي ما احنا عارفين. وراح يحتفل. وبعد كده طبعا معانا سيف الجزيري. الحمد لله طبعا الكورة دي ما طلعش فيها اوفسايد يعني، بس الكورة حلوة قوي. لطشها عدي لطشة بنت لذينة يعني في البعيدة. هنا الحكم بيتفرج على الكورة اهوت. حلوة حلوة طبعا، هدف جميل جدا. والتعادل عامة كان كويس أوي. إن التعادل بعد نص ساعة كان كويس أوي، لأن لو كنا دخلنا الشوط الأول متأخرين آه، كانت هتبقى صعبة شوية. هدف برضو البدري ده كان وتر الدنيا. بعد كده فاول من فرقة توهو، ولا العرضية هيت وهوبا طلعناها. من الحاجات اللي كانت مميزة أوي هو إن الزمالك كان بيقدر يتعامل أوي مع العرضيات. طبعا حسام عبد المجيد ومحمد إسماعيل في العرضيات بسم الله ما شاء الله عليهم، هما الاتنين، ووراهم صبحي 10/10. بعد كده بدأ فتوح يفوق شوية في آخر الشوط الأولاني، وبدأ هو يستلم صناعة اللعب.
ايشو هنا بيرفع كورة اصطاد بيها حمام بعيدة خالص. فريق اوتوهو كان بيعتمد شوية على الكور الطويلة، وهنا فتوح طبعا بالمهارة وشغل بقى الخماسي ولعبها لشيكوبانزا. شيكوبانزا طبعا لو لعبها عادل ما يبقاش شيكوبانزا يعني، لعب عرضية زي الزفت طلعت بره. بعد كده طبعا في أدوان تو كمان، وبدأ سيف الجزيري يتحرك شوية. الكرة دي كانت حلوة قوي، فتوح حاول يخترق فيها. أعتقد لو فتوح كان شوط كان هيبقى أحسن يعني، بس هو الراجل دخل حاول يجيب منها بلنتي، بس الحكم قال ما فيهاش حاجة. طبعا بعد كده لعيبة أوتوبو بتحاول تلعب المرتدة، وهم برضه طريقة لعبهم فيها شوية من شبه الزمالك، شوية بيلعب على الكرة الأمامية كتير، كرة عرضية كتير. وطبعا أهم عنصر عندهم هي المرتدات زينا بالظبط يعني. حاسس إن الفريقين برضه إيه نفس التكتيك، بس الفرق بس في الجودة يعني. هنا لاعب أوتوهو بيحدفها بره، طبعا أوتوهو كان في التوهان خالص. هنا عمنا عبد الناصر محمد بيطالب بالرجوع للفار، وحسام عبد المجيد وأحمد ربيع ومعاهم إيشو. إيشو طبعا عايز يعمل نفسه من كباتن الفرقة يعني. وهنا أحمد ربيع بياخد اللاعب بتاعهم بالحضن، والحكم قال ما فيهاش حاجة. محمد شحاتة مش عاجبه، ما يهمكش حاجة يا شحتة. بعد كده في نهاية الشوط هم حاولوا يلعبوا من ناحية اليمين بتاعتنا، وطبعا باعتمادهم كله على الكرات العرضية، ولكن محمد إبراهيم كان جيد جدا هو والدفاع بتاعنا. دفاع الزمالك كان كويس أوي في الماتش ده طول ما هو متراجع لورا. كانت المشكلة بس لما يبقى فيه مساحات، لأن احنا عارفين طبعا إن عنصر السرعة مش في صالحنا. هنا فتوح بيلعب العرضية ولكن محدش قابلها، في الجون بتاعهم طلع خدها. من الحاجات الغريبة برضو إن احنا الشوط الأول لعبنا عرضيات كتير أوي بس معرفناش نستغله. هنا بيحاول يرمي الكرة الأمامية ورا الدفاع، وهنا صبحي بيضرب شقلباز وخد الكرة. بعد كده بنهاجم برضو من ناحية إيشو وفتوح، وده العرضية كانت ناقصها ناصر منسي. هنا عرضية من عندهم برضو، وهنا طبعا خط دفاعنا المميز جدا في العرضيات، احنا ما عندناش مشكلة خالص في العرضيات. واحدة هنا عرضية وده هوبا، حسام عبد المجيد شايل العرضية وكان هيشيل دماغ الراجل معاه. الحمد لله إن هي ما لبستش، كان هيبقى فينش ده أحسن. بعد كده بيلعبوا العرضية برضو، ولكن برضو خط دفاعنا كان مميز جدا فيها. بدأت الشوط التاني كان فيه صحوة كده أول 10 دقايق من الزمالك، ودي كرة من محمد إبراهيم لو كان لعبها صح العرضية. هي بس المشكلة اللي في قلة الثقة شوية، إن هو اتك عليها زيادة فالمدافع قراها. الكرة دي بتتلمس من مرة واحدة. طبعا مع الوقت إن شاء الله ومع اكتساب الخبرات هيبقى أحلى كتير أوي محمد إبراهيم، ربنا يوفقك يا ابني. بعد كده شفنا محمد شحاتة بيباصي اهوت، وده لعيبة الزمالك، وده فتوح بيرمي الثرو لسيف الجزيري، وسيف الجزيري فينش ولا أروع. وطبعا طالما انت شفت سيف الجزيري بيفنش بالروعة دي، أكيد انت عرفت إن الكرة دي أوفسايد. كرة من أحلى الكرات اللي لعبها نادي الزمالك في الشوط التاني، ولكن للأسف يعني إن هي طلعت أوفسايد. برضه مهاجمين الزمالك محتاجين يظبطوا شوية الفينش عندهم يعني. عقدي الدباغ بيضيع كتير، سيف الجزيري بيضيع كتير، ناصر بقاله كام ماتش كده بقى بيمسك الكرة كتير، ومن الحاجات الكويسة أوي إن هو قعد دكة النهاردة كقرصة ودني ليه. شيكو بنزا بيعمل الحاجة اللي هو الوحيدة اللي هو بيعرف يعملها، وهو إن هو يزق ويجري وطالب بضربة جزاء، بس الحكم بيقول له مفيش حاجة. تاني مرة برضو الزمالك بيحاول يضغط من ناحية الشمال، وكرة عرضية بيتدخل فيها الدفاع ويطلعوها لبره. بعد كده بقى بيحاول دخل فريق وتوهو الشوط بعد أول 5 دقايق كده من الشوط، وبدأ يحاول يعني يخترقوا الجبهة اليمنى للزمالك، وعن طريق طبعا العرضيات، ولكن محمد صبحي في الميعاد. الزمالك عن طريق الكرات الطويلة وحاول يخترق عن طريق طبعا فتوح اللي بيلعب كورة لشيكوبانزا، وشيكوبانزا بيلعب العرضية، ولكن الكرة لبست في الحكم واتعطلت الهجمة. يمكن من الحاجات اللي كانت وحشة شوية في الماتش هي إن الزمالك معرفش يخطف الهدف التاني. شيكوبانزا هنا بيلعب العرضية، وسيف الجزيري اللي كان ناعم أوي في التدخل ده وحاول يلعب يعني دبل كيك، بس طبعا طلعت بره. سيف الجزيري ممكن ما يتلامش عليه برضه، لأن هو بقاله فترة كده محطوط في التلاجة يعني، الراجل كان بعيد أوي عن المشاركات، فممكن ده اللي يكون مؤثر على مستواه شوية. دي كرة طبعا كانت أخطر كرة في الماتش في الدقيقة 57. اخترقوا من ناحية الشمال بتاعتنا الضعيفة دفاعيا أيا كان مين اللي بيلعب فيها، سواء إيشو أو بنتايج حتى. هنا حسام عبد المجيد اترقص بالتليفون ترقيصة ما تنفعش خالص يعني. أو ده ربيع والله اللي كان الكوبري ده. يا ساتر يا ساتر.
وهنا الراجل الحمد لله ان هو قلش، كان زمان الكرة في الجون، ما فيهاش كلام يعني. الكرة اللي بعدها حسام عبد المجيد اترقص ترقيصة وحشة قوي، وبعد كده اللاعب بصاها، بس الحمد لله ان هي طلعت ورا زميله، فما عرفوش يعملوا منها حاجة، واتلعبكت. وبعد كده الهجمة راحت بعد الراجل محب يحط واحدة ار2 كده على طريقة تريزيجي، وطلعت في السما. برضه فريق اوتوهو حاول يخترق كتير أوي الجبهة الشمال بتاعة الزمالك. طبعا كان شيكو بانزا بدأ يتعب شوية، وإيشو برضه. طبعا إيشو برضه بقاله فترة هو بعيد، ما بيشاركش بصفة رسمية يعني أو بصفة أساسية كتير أوي. وشيكو بانزا احنا عارفين إن دماغه لاسعة وما يعرفش حاجة عن اسمها تكتيك في الملعب. بعد كده برضه استمرت العرضيات بتاعتهم من ناحية الشمال، ولكن بدون أي خطورة. أخطر كرة كانت ليهم كانت في الدقيقة 63، والحمد لله صبحي حاول يطلعها، وهنا اللاعب بتاعهم شالها، شاطها في السما اصطاد حمام. كرة غريبة جدا ومعرفش ازاي شاطها برا. الكرة دي من أخطر الكرات الصراحة في الماتش. الحمد لله إن هي ضاعت. بعد كده حاولوا يلعبوا الكرات الطويلة زي ما قلنا، اللي هما كانوا بيحاولوا يخترقوا بيها دفاعات الزمالك، وعن طريق العرضيات برضه، ولكن الحمد لله دفاعنا كان متميز جدا في العرضيات في معظم الكرات. بالمناسبة فريق اوتوهو ده مش عارف ازاي برضه هما أكتر فرقة سجلت أهداف في دور المجموعات. الفرقة دي بتضيع يعني، الفينش عندهم تعبان أوي. يمكن الفرقة دي لو الفينش بتاعهم مظبوط شوية كان ممكن يخطفوا الجون التاني في الزمالك، بس الحمد لله إن ده محصلش. طبعا هنا حسام عبد المجيد بكل برود دم بيطلعها. وهنا أخطر كرة للزمالك خوان بيزيرا، ومش عارف ازاي أحمد شريف ضيعها بصراحة. وحاجة من الحاجات اللي تشيلك يعني، تخيل إن أنت لعيب المفروض تستغل الفرصة اللي بتجيلك، وهنا إبراهيم صلاح بيسقف له بدل ما يتشل يعني الراجل عشان ما يجيلوش عقدة بس، فقام يسقف له. في نهاية الماتش فريق أوتوهو كان بيحاول يخترق ويسدد، ولكن إيشو بيتدخل تدخل كويس أوي في آخر الماتش. هنا كرة عادية يلعبها، وأحمد شريف كانت سهل جدا إن هو يلعبها من لمسة واحدة، كان هيودي زميله انفراد ولكن اتباطئ فيها. طبعا اتلعبت وحش أوي والجون طلع خدها. بعد كده في نهاية الماتش أدى تسديدة من محمد السيد، الراجل شاط الأرض وشاطها وحش أوي جدا. هنا الكرة دي كانت خطر جدا، ولكن الحمد لله اللاعب بتاعهم ملحقهاش. طبعا ممكن في بداية في آخر الماتش كان في تراجع بدني واضح أوي من لعيبة الزمالك، وده تسبب إن الأداء بقى سيء شوية في آخر الماتش. ولكن هما طبعا معذورين، الناحية البدنية أكيد الزمالك اتضغط كتير ولعب كتير أول الفترة اللي فاتت، أكيد دي حاجة بتأثر عليه. وكمان الجو، مع طبعا الزمالك لسه لاعب ماتش إنبي فملحقش يستريح. حاجة برضو من الحاجات اللي هي يعني ممكن تبقى عذر شوية لعيبة نادي الزمالك النهاردة. طبعا عايز اتكلم بس على حتة الصيام، وفي ناس اتكلمت في موضوع الصيام ده. اول حاجة يا جماعة، هو الصيام بينك وبين ربنا، فالله اعلم بالناس اللي كانت صايمة، واكيد كان في ناس صايمة واكيد في لعيبة فطرت. بس اللي انا عايز اقوله بس ان انت بدل ما تقعد تقول ده فلان ده صام او فلان ده فطر، دي حاجات بين الواحد وبين ربنا. اكيد الافضل لاي انسان ان هو يصوم، بس برضو انت ما ينفعش ان انت تظلم اخوك المسلم يعني. لان احنا شفنا في ناس ياما اتكلمت على فتوح وشحاتة ان الاتنين بيتمضمضوا يعني. في ناس قالت لك ده فاطرين، وفي ناس اتكلمت يعني في الموضوع. اعتقد ان احنا مش دورنا ده. واكيد طبعا انت لو بتنصح فتنصح لله يعني، مش ان تسيء لحد ولا عشان تدخل في نية الناس. اكيد ان الافضل ان الناس كلها تصوم. ويا جماعة دي ما حاجة مفيهاش اهل وزمالك، لان دي حاجة ايمانية. في النهاية نتيجة ايجابية جدا لنادي الزمالك. التعادل 1-1 بره ارضك في الظروف زي دي مش حاجة وحشة خالص. نتمنى إن شاء الله إن يوم الأحد في مباراة العودة إن الزمالك يقدر يكسب.